السلام عليكم. تاني اعدادي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهارده هنبدأ مع بعض مراجعة ليلة الامتحان للهندسة. هراجع على بعض الأسئلة عشان احنا عندنا شوية مشكلة في البرهان. هراجع على بعض الأسئلة وهنحل مع بعض شوية برهان كده تطمنك إن شاء الله في امتحان بكرة، وإن شاء الله تجيلي مبسوط والدنيا تبقى معاك كويسة. أهم حاجة في البرهان إنك تفهم قاعدة أساسية كده لازم نكون متفقين بيها، إن البرهان كله مسائل كتير معتمد على الفهم، معتمد إنك تفهم الفكرة جاية منين عشان تبتدي تقدر تطبق عليها، مش اللي أنت هتهبط في الامتحان وخلاص. لو انت معتمد انك هتهبط بكره في الامتحان يبقى صدقني مش هنوصل لحاجه. لو معتمد ان كل مسائل البرهان هي فكره واحده وحاجه واحده عشان تطبق فيها كل مسائل البرهان، يبقى مش هتوصل لاي حاجه خالص انت عايزها انك تكتب حتى كم مساله كويسه صح. يلا ركز، يلا نبدا في الجزء الاول معانا من شويه اسئله برهانيه محضرها لك. يلا نراجع كده ونفوق بعض. السؤال الاولاني بيقول لي هنا انا عايز محيط المثلث د م ه. اول حاجه فانت بتعلم على محيط المثلث اللي هو عايزه اهو، ده محيط المثلث اهو يا مستر، ده محيط المثلث اللي انا عايزه. فعشان تجيب محيط المثلث لازم يبقى الثلاث اضلاع بتوعك موجود. اولا ب ه ده عباره عن متوسط، والمتوسط هو عباره عن ايه؟ المستقيم الذي يخرج من راس المثلث. خدنا متوسط المثلث، المستقيم المرسوم من راس المثلث الى منتصف القاعده. وبيبقى عندنا كم متوسط؟ قال لي بيبقى عندنا ثلاثه. عندنا كم راس هنا في المثلث؟ ثلاثه. يبقى برضو يبقى هنا هيخرج من كل راس متوسط، يبقى عدد المتوسطات كام؟ ثلاث متوسطات. يبقى اول حاجه انت حضرتك بتبدا بيها انك بتعرفه النظريه اللي انت هتبتدي تحل بيها اصلا. فانت بتقول له ان انا معايا ب ه ومعايا الجيم د، ودول عباره عن متوسطان. يعني دول يا مستر اصلا متوسطان في المثلث. فدي البدايه بتبدا بيها. بعد كده حضرتك بتقول له ان م هي عباره عن نقطه تقاطع، م عباره عن نقطه تقاطع متوسطاته. فانت م عباره عن نقطه تقاطع ايه؟ متوسطاته اللي انت هتشتغل عليها اصلا. تبتدي تحضر بقى الجزء اللي عندك مين؟ اللي هو د م. وانا عايز اجيب كل ضلع، فانا محتاج الضلع اللي انا هجيبه بكتب على جنب كده لنفسي ده الميم، ومحتاج الميم ه، ومحتاج الدال ه. محتاج الثلاث اضلاع دول عشان اجمعهم واقدر اجيب منهم المحيط. يبقى اول حاجه يا مستر انا بكتب د م، وبشوف الضلع اللي موجود عندها. لا هتلاقي م ج الحته دي هو مديها لك، لا هتلاقي مديك ج د كلها. اوص كده في المعطيات لقيته مديني د ج كلها، يبقى انا بحطها د ج هنا. بحدد النسبه بتاعتي اللي هو مديها لي في النظريه اللي انا حفظتها، اللي احنا قلناها من جهه القاعده هتبقى قطعه واحده، من جهه الراس هتبقى قطعتين، لو بنتكلم عن المتوسط كله هتبقى عباره عن ثلاث قطع. دي النسب اللي احنا اتفقنا مع بعض عشان نقدر نحلها ونقدر نبقى كويسين فيها. فده الميم من ناحيه القاعده يبقى هنا واحد على ده الجيم اللي هو المتوسط كله يبقى 3. يبقى كده اكمل، هتبقى هتساوي تل في الرقم اللي بتقولي كام؟ 9. يبقى الناتج كام؟ 3. يبقى اول ضلع انا جبته 3. احدد الضلع الثاني اللي انا عايزه. مين الضلع الثاني اللي انا عايزه بقى اللي انا اجيبه؟ قال لي الضلع الثاني اللي حضرتك عايزه اصلا اهو م ه. يبقى بكتب الضلع اللي انا عايزه م ه، واشوف لا يليه مديلي ب م، لا اما الاقيه مديلي ب ه كلها. ابص في المعطيات لقيته مديني ب م. يبقى تاني انا بحدد ايه اهو من الاول خالص. تاني من الاول خالص انا بحدد ايه؟ بحدد الدال اللي هو عايزها زي ما قلت لك. لقيته مديلي ايه؟ لقيته مديلي ده كلها. يبقى يا مستر هتساوي تل، يبقى هتساوي تل في 9. الناتج بتاعي كام؟ 3. بعد كده احدد الميم ه اللي هو عايزها، ومديلي قصادها الميم ب. طبعا هنا قاعده، وميم ب من ناحيه الراس يعني قطعه ه، يعني كده هتبقى نص. يبقى يا مستر نص في الميم ب هو مديها لنا بكام؟ الميم ب مديها لنا ب 8. نص ال 8 كام؟ 4. يبقى الحته دي كام؟ 4. بعد كده انا عايز القطعه دي قطعه مرسومه في منتصف مثلث. ما احنا خدنا القطعه المستقيمه المرسومه في منتصف مثلث بتساوي نص الضلع المقابل لها. القطعه المستقيمه المرسومه في منتصف مثلث بتساوي نص الضلع المقابل لها. يبقى انا يا مستر هكتب له ان د وه دول عباره عن منتصفات، فالدال
هتبقى منتصف الالف ب، والهاء هتبقى منتصف الالف ج. يبقى كده د ه هتساوي نص الب ج. يبقى مستر هتساوي نص في الرقم اللي من دولنا كام؟ 10. يبقى الناتج هنا طلع كام؟ 5. يبقى كده اذا المحيط اخر حاجه تروح كاتبها له. اذا المحيط، نروح جامعين بقى الارقام كلها اللي هي الارقام اللي انا طلعتها طبعا هي 3 ارقام اللي هو كام؟ 3 زائد 4 زائد 5. الناتج 4 و5 9 و3 12. اهم حاجه في قاعده البرهان بتاعت حضرتك، والله لو فهمت الفكره جايه منين ويبقى نصها مكتوب في البرهان، صدقني ان كل حاجه بالنسبه لك هي هتعدي وهتبقى سليمه. بس الاول افهم الفكره هو بيسال عنها عن ايه، هو جايبها اصلا فين، عشان تبتدي انت حضرتك تبتدي تعرف اصلا تجاوب. خش هنا بيقول لي انا عايز ب د. امشي قاعده قاعده. اولا ده مثلث قائم صح؟ ايه اللي بيطلع من المثلث القائم؟ اللي بيخرج من راس الزاويه قال لي ده متوسط صح في المثلث القائم. يبقى المستقيم الذي يخرج من راس المثلث القائم هو عباره عن متوسط، والمتوسط ده احنا خدنا النظريه بتاعته ان هو بيساوي نص طول الوتر. يبقى انا معايا الوتر ومعايا المتوسط، يبقى نقول له كده مثلث ا ب ج القائم في ب. ايه اللي خارج؟ قال لي ب د ده عباره عن متوسط، لازم نعرفه قبل ما نشتغل. ب د عباره عن متوسط. يبقى حضرتك ب د هيساوي نص الالف ج، يعني هتساوي نص في 12. يبقى الناتج بتاعك 6. تمام. يبقى جبناه لوحده. بعد كده هو عايز مين د. مين د الحته دي كده من ناحيه القاعده مش من ناحيه الراس. الراس اهو حلو. مين مديني بقى؟ قال لي ما انت لسه جايب الب د كلها، يعني المتوسط كله يبقى دي من ناحيه القاعده 1 وب د كلها يعني كام؟ تلت. انا معايا ب د كلها لسه جايبها فوق ب6. يبقى كده هتساوي تلت في 6. الناتج هيطلع 2. بعد كده انا عايز ا ب. طب انا معايا زاويه قياسها كام؟ 30 واحنا خدنا نتيجه. النتيجه بتقول ايه؟ الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر. يبقى خلاص انا هاخد بقى طالما انا معايا ان قياس زاويه ج بتساوي 30، الضلع المقابل ليها دي ا ب بتساوي نص مين؟ ا ج. يبقى هتساوي نص في الالف ج ب 12. يبقى الناتج طلع ب 6. سؤال رقم 3 بيقول لي رتب اطوال اضلاع الاضلاع تنازليا. انت عايز ترتب اطوال الاضلاع تنازليا، يبقى رتب الزوايا الاول. ببص كده في المثلث لقيت ان انا معايا قياس زاويه ا بس ومعايا قياس زاويه ب. انا كده محتاج، برافو عليك، انا محتاج زاويه ج. يبقى قياس زاويه ج لازم نجيبها. المثلث كله كام؟ 180. يبقى 180 ناقص ال 45 زائد ال 80. الناتج طلع لي كام؟ 55. تعالى بقى الاول نروح مرتبين على طول الايه الزوايا، بعد كده نرتب الاضلاع. قال لي تنازلية عن النيم من الكبير للصغير. يبقى قياس زاوية ب اللي هي ب 80 دي أكبر زاوية. بعد ال 80 55 يبقى قياس زاوية ج اللي احنا سايبينها ب 55. وآخر واحدة اللي هي قياس زاوية أ. كده أنت رتبت الزوايا؟ رتبت الزوايا. رتب لي بقى منها الأضلاع. الب هتبقى آخد الرمز اللي فاضل، الرمزين التانيين أ ج عشان أضلاع. أكبر من مش معايا ج يبقى فاضل لي أ ب وريح دماغك. طب انا مش معايا الف يبقى فاضل لي مين؟ الف وب. خلاص ده سؤال مهم وهيجيب لي ان شاء الله واحده في الامتحان ونحلها كلها بسرعه. سؤال رقم 4 بيقول لي برضه اوجد محيط المثلث. لازم اول حاجه بجيب القلم والرصاص بتاعي واعلم على محيط المثلث اللي هو عايزه. قال لي ده محيط المثلث اللي انا عايزه لحضرتك. ماشي يعني. ايه ده يا مستر؟ ده ايه ده؟ عباره عن متوسط. المتوسط ده خارج من راس الزاويه القايمه. ايوه صح. يبقى على طول بيساوي نص الوتر. يبقى ب يا مستر عباره عن متوسط، لازم نعرفه قبل ما نشتغل. يبقى ب د بتساوي نص الالف ج. يبقى هتساوي نص في 10. الناتج كام؟ 5. ماشي. يبقى كده يبقى اقول بقى مستر معايا زاويه 30. يبقى اقول له قياس زاويه. انا معايا قياس زاويه 30. يبقى اقول له كده قياس زاويه ج هتساوي 30. الضلع المقابل للزاويه 30 الف ب بيساوي يا باشا بيساوي نص الوتر. يبقى الف ج على طول بقى ما تتكسفش. يبقى نص في 10. اوعى تتكسف ب5. اوعى تتكسف ما تضحكش يابا. يبقى هنا المستر ب5. طب ما نقطه د في نص الف ج. د اصلا
في نص أ ج، هي اسمها لي أ ج نصين. يعني انت قصدك ان كده ان أ د بتساوي د ج. اروح 10 على الاثنين، يبقى كل واحده فيهم برضه بتساوي كام؟ 5. 5 في وشك اللي ما تصليش على النبي دلوقتي. يبقى هنا اهي عايز بقى اجيب الايه المحيط بتاعهم، يبقى هجمع 5 زائد 5 زائد 5، الناتج كام؟ 15. انا بقى غيرت شويه حاجات، انا عايز قياس زاويه أ. يبقى انا اجيب ده مثلث متساوي الساقين، يبقى كل زاويه فيه هتساوي 60، وهنا 60 وهنا 60، يبقى قد بعض. كل زاويه هنا هتساوي 60، يبقى يا مستر خلاص الحته دي كلها قد بعض علشان المثلث جري منه. اهو تطلع مكان، تطلع مكان بس. يبقى دي 60 هتبقى دي برضو كام؟ 60 هتبقى دي برضو 60. بنكتبها له ازاي؟ بنقول له انا معايا المثلث أ ج. ايه اللي انت شايفه؟ شايف ان أ ج بتساوي ج د بتساوي د أ، يبقى قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية أ ج د بتساوي قياس زاوية ج أ د. محدش يركز في العد كده. اهو معلش يبقى على طول ادي مثلث أ ج د اللي انت شايفه أ ج بتساوي ج د بتساوي أ د، يبقى قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية أ ج د بتساوي قياس زاوية ج أ د. كل واحدة فيهم بتساوي كام؟ 60. نروح للمثلث التاني بقى. ايه المثلث التاني؟ اللي هو أ، مثلث أ ب ج اللي انت شايفه. شايف ان أ ب بتساوي ب ج اهو، هو عامل لك كده وكده. حلو، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاوية بتساوي زاوية، يبقى قياس زاوية ب أ ج بتساوي قياس زاوية ب ج أ. مش زاوية الرأس هنا ب50، يبقى انت حضرتك هتقول له كده 180 ناقص 50 على الاثنين، الناتج هيطلع كام؟ 65. يبقى الزاوية دي ب 65 والزاوية دي برضو بكام؟ ب 65. مش هرجع المثلث تاني. تروح انت حضرتك دلوقتي جامع ال 65 وجامع ال 60، هتلاقي الرقم بيطلع مع حضرتك كويس جدا. اهو معلش يا شباب، هنا 65 ماشي. المهم هنا هتطلع 65 هنا هتطلع 60، اجمعهم كلهم 65 و60، يبقى الناتج بتاع حضرتك كام؟ 105 وكام؟ و20. انا بس يعني عايز اجيب لك اكبر كميه بسرعه، اهم حاجه انك تراجع معايا بسرعه وتكتب المعلومات اللي انا بقولها لك. حاول انت تكتب ورايا بعدين بحيث ان البرهان بتاعك يبقى سهل. هنا يا مستر عايز اثبت ان أ ج اهي بتساوي ب ه. اشتغل مع مثلث هشتغل مع المثلث ده، يبقى هنا مثلث أ ب ج اللي انت شايفه مثلث أ ب ج. والله انا شايف ان ب د عباره عن متوسط. ب د عباره عن ايه؟ متوسط، والمتوسط ده بيساوي نص الوتر، يبقى نص أ ج. خلاص اسمي دي رقم 1. اروح للمثلث الثاني اللي هو مثلث ب د ه. الب د ه انا معايا ان قياس زاويه ه بتساوي كام؟ 30 اهي. قياس زاويه ه بتساوي 30، يبقى الضلع المقابل للزاويه 30 ب د بتساوي نص الوتر، يبقى نص الوتر اللي قدام الزاويه القايمه يبقى اسمه بيساوي نص الب ه، واسمي ده رقم 2. حد واخد باله من حاجه؟ يا مستر هنا نص ب، هنا ب د، هنا ب د، شيل الب د، يبقى كده أ ج بتساوي ب ه، وهو المطلوب اثبات. هنا عكست لك السؤال، هنا بقول لك ان أ ج بتساوي ب ه. أ ج عايز هنا أ ج بتساوي ب ه. اثبت ان قياس زاويه ب ب 90. اشتغل مع المثلث اللي فيه 90 الاول، يبقى المثلث اللي فيه 90 الاول مثلث ب د ه. شايف ايه؟ شايف ان قياس زاويه ه بتساوي 30، يبقى الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص الوتر اللي هو نص ب ه. طب استنى، مش انت فوق عندك معطيات ان أ ج بتساوي ب ه؟ صح. طالما ب د بتساوي نص الب ه وأ ج هي ب ه، يبقى برضو ب د بتساوي نص أ ج بتساوي ايه؟ نص أ ج.
وطالما قلت لك قبل كده لو لقيت في مثلث ان الضلع اللي في المثلث ده بيساوي نص الضلع المقابل ليه، يعني ادي الضلع اهو بيساوي نص القاعده، يبقى الزاويه اللي فوق هتبقى ايه؟ قايمه. يبقى لو الضلع بيساوي نص القاعده، يبقى الزاويه اللي فوق بتبقى ايه؟ قائمه. اهو ادي الضلع يا مستر بيساوي نص القاعده، ادي الضلع بيساوي نص القاعده، يبقى المثلث على طول بيكون ايه؟ قائم. يبقى لو الضلع بيساوي نص القاعده يبقى المثلث قائم، وده عكس نظريه كام؟ 3. كده دي اول افكار الاسئله بتاعت البرهان. يلا نشوف الفكره الثانيه. يلا تعالى بقى نشوف الافكار الثانيه اللي معانا. هنا انا عايز محيط المثلث ا ب ج، مديها لك بفكره جميله كده، عاملها لك مدخل لك، قلت لك ان الضلع ا ب بيساوي 2 س ناقص 1، والضلع س ا ج بيساوي س زائد 3، والضلع ب ج بيساوي 9 ناقص س. قلت لك كمان ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. عايز بقى محيط المثلث كله. بص يا باشا، احنا يا مستر احنا اي سؤال بنشتغل عليه بالراحه بندور على مفتاحه. فين المفتاح بتاعه؟ ان الزاويه بتساوي الزاويه فيدينا الضلع بيساوي الضلع. يبقى انا كده معايا ان قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج. كده زاويه بتساوي زاويه، يبقى ضلع بيساوي ضلع، يبقى الضلع ا س بيساوي الضلع ا ج. الضلع ا س انا معوض لك بيه تعويض صغير اللي هو 2 س ناقص 1، والضلع ا ج انا معوض لك بيه تعويض برضو اللي هو س زائد 3. اشتغل زي الجبر، ودي س هنا بعكس الاشاره، طلع الواحد بعكس الاشاره، يبقى 2 س ناقص س بتساوي 3 زائد 1. 2 س ناقص س الناتج بتاعك س، 3 زائد 1 الناتج بتاعك كام؟ 4. ما انت الاول جبت له قيمه س بكام؟ ب 4. هات بقى ضلع واحده واحده بقى. هجيب الضلع الاولاني ا ب، هشيل س منه واحط مكانها كام؟ 4. يبقى هنا 2 س يعني 2 في س، يبقى 2 في 4 ناقص 1. 2 في 4 ب 8 ناقص 1 تبقى 7. هجيب الضلع اللي بعده اللي هو مين؟ ا ج. ا ج اللي هي س زائد 3، س بكام؟ ب 4 زائد 3 الناتج بتاعك كام؟ 7. هجيب الضلع الاخير اللي هو ب ج. انا خلي بالكم انا بشيل كل س، بشيل كل ايه؟ س. ركزي معايا يا شمس، بشيل كل س. يبقى هنا 9 ناقص س، يبقى اقول له 9 ناقص، يلا يا بسنت 9 ناقص س اللي هي، يلا يا شهاده طويله، 9 ناقص س هشيل منها كام؟ اهو هحط مكانها 4، يبقى كده كام؟ 5. كده انت بقى معاك الثلاث اضلاع، صح كده؟ صح كده يا مستر، بقى معايا الثلاث اضلاع. يبقى يا نازا هروح واخد كل الاضلاع كده، يبقى نقول له كده المحيط يا شهد يا مصطفى بيساوي 7 زائد 7 زائد 5 يا حلا. 7 و7 كام؟ 14، و5 يا عبد الرحمن، يبقى الناتج بتاعي كام؟ 19. السؤال اللي بعده، ا ب اكبر من ا ج. لازم تاخد المعلومه دي وتبدا بيها الاول، لان هنا هتستفاد بيها وهتعرف تكمل السؤال اصلا. ا ب اكبر من ا ج، لازم المعلومه دي الاول. خلي بالك الهندسه كلها على بعض كده فكرتين ثلاثه، يعني احنا مش محتاجين ان احنا نقعد نصيح كتير، والله فكرتين ثلاثه يا شباب. فكره عن المتوسطات، وهو متوسطات المثلث القاعده، ومساله مثلا عن متوسطات المثلث القائم، ما هو لازم نجيب له متوسطات المثلث القائم. مساله عن متساوي الساقين، ازاي تثبت ان هو متساوي الساقين، ضلع بيساوي ضلع، زاويه بتساوي زاويه، ودي يعني دايسين فيها كتير قوي. مساله عن الاكبر والاصغر، فالموضوع يعني مش صعب مش مقلق، بس انت ما تخافش كده، والله الموضوع سهل. يبقى هنا ا ب اكبر من ا ج، يبقى هاخد الضلع الاكبر يقابله زاويه اكبر، ادي ا ب. مين الزاويه اللي قدامه على طول؟ قال لي الزاويه اللي قدامه زاويه ج، يبقى قياس زاويه ج اكبر من، ادي ا ج. مين الزاويه اللي قدامه؟ قال لي اكبر من زاويه ب، واسمي دي رقم 1 لحد ما اشوف هو عايز ايه اصلا. قال لي انا عايز اثبت ان قياس زاويه ا ص س اكبر من قياس زاويه ا س ص. حاضر، هستخدم ايه؟ يا مستر دي علامه التوازي، يبقى لازم نستخدم التوازي. يبقى هنقول له كده ان س ص بتوازي ب ج. س ص بتوازي ايه؟ ب ج. يبقى على طول يا مستر هنا في حرف الاف، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر، والزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالايه؟ بالتناظر برضه. يبقى قياس زاويه ا ص س
بتساوي قياس زاوية ج وقياس زاوية أ س ص بتساوي قياس زاوية ب، وأسمي دي رقم كام؟ 2. من 1 و2 هتلاقي في حاجة شبه بعض هنا اتعملت، في حاجة شبه بعض من 1 و2. يا مستر أ ص س هي ج، يبقى احنا هنشيل ج ونحط مكانها إن قياس زاوية أ ص أ ثواني يا شباب، أ ص س أكبر من قياس زاوية أ س ص. ليه يا مستر؟ عشان زاوية ج هي زاوية أ ص س بتساويها، وزاوية ب هي زاوية أ س ص. طالما ج أكبر من ب يبقى زاوية أ ص س أكبر من زاوية أ س ص. خلص الحوار. خلي بالكم والله سؤال الأسئلة كلها واحدة وموحدة ومباشرة، والله مباشرة. هنا أ ج أشهر سؤال شفته في الامتحانات كتير، أ ج أكبر من أ ب، وده لازم نبدأ بالمعلومة اللي هو مديها لنا. يبقى أ ب أكبر من ب ج، أ ب أكبر من ب ج، يبقى أ ب أكبر من ب ج. مين الزاوية اللي قدامه؟ قال لي قياس زاوية ج أكبر من ب ج. مين الزاوية اللي قدامه؟ قال لي زاوية أ، وأسمي دي رقم 1. من التوازي أنت معاك إن س ص بتوازي ب ج، يبقى الزاوية اللي هنا هي الزاوية اللي هنا بالتناظر، يبقى قياس زاوية س ص أ هي قياس زاوية ج، بس المرة دي بالإيه؟ بالتناظر، وإحنا مش محتاجين غيرها أصلا. ماشي، يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر. جميل. ماشي، طبعا هنا يا مستر قياس زاوية ج كانت أكبر من قياس زاوية أ، وقياس زاوية س ص أ هي زاوية ج، يبقى من 1 و2 هتبقى برضو قياس زاوية س ص أ أكبر برضو من قياس زاوية أ. آدي زاوية س ص أ، مين الضلع اللي قدامها؟ قال لي الضلع اللي قدامها اللي هو أ س. وادي زاوية أ، مين بقى الضلع اللي قدامها؟ قال لي الضلع اللي قدامها س ص. يبقى من حاجة بسيطة كده احنا قدرنا نعمل البرهان. طالما الزاوية دي هي الزاوية دي، والزاوية دي كانت أكبر من الزاوية دي، يبقى الزاوية دي برضو أكبر من الزاوية دي. الزاوية الأكبر تقابلها ضلع أكبر، والزاوية الأصغر تقابلها ضلع إيه؟ أصغر، وهكذا. هنا يا مستر أثبت إن أ ب بتساوي أ ج. عشان نثبت إن أ ب بتساوي أ ج يبقى أنا محتاج إن في زاويتين يكونوا قد بعض، اللي هو عكس النظرية، عكس المثلث المساوي الساقين. دور على أي حاجة موجودة أهي يا مستر، في ضلعين قد بعض أهو، يبقى أشتغل عليها. أ د بتساوي أ ه. يبقى يا مستر طالما أ د بتساوي أ ه، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاوية بتساوي زاوية. يبقى قياس زاوية أ د ه بتساوي قياس زاوية أ ه د. وأسمي دي رقم 1. توازي يا مستر د ه بتوازي ب ج، يبقى الزاوية بتساوي الزاوية، والزاوية بتساوي الزاوية بالتناظر. يبقى قياس زاوية أ ه د بتساوي قياس زاوية ج، وقياس زاوية أ د ه بتساوي قياس زاوية ب. الاتنين دول بيساووا بعض بالإيه؟ بالتناظر. نسمي دي رقم 2. من 1 و2 طالما دول قد بعض يبقى دول برضو إيه؟ قد بعض. زاوية بتساوي زاوية يبقى ضلع بيساوي إيه؟ ضلع. زاوية بتساوي زاوية، ضلع بيساوي إيه؟ ضلع. في آخر الملزمة بتاعتك شوية أكمل كده نحلهم مع بعض. متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقطة واحدة. عدد متوسطات المثلث القائم أي متوسط أي مثلث 3. وهتلاقي كل المعلومات دي أصلا إحنا هتلاقي أنت لو مسكت الملزمة بتاعتك من الأول هتلاقيني أصلا أنا حلل لك كل أكمل بتاع حضرتك، وطول الضلع المقابل والزاوية ومش عارف إيه وعدد محاور التماثل وكل الكلام دوت أنا أصلا كاتبه لك في، يعني انت بس مجرد يعني انا عايزك بس كل اللي انت تعمله انك تبص في الملزمه وتبتدي ان حضرتك تقراها واحده واحده وهتلاقي الدنيا معاك كويسه. اي مثلث يا شباب؟ يلا. طول الوتر في المثلث القائم الزاويه بيساوي نص ضعف يساوي نقط طول الضلع المقابل، هيبقى ضعف طول الضلع المقابل لها. زاويتان القاعده يا شباب في المثلث المساوي الساقين مالهم؟ قال لي متطابقان يا مستر، يعني قد بعض. المثلث المتساوي الاضلاع زواياه 3 متساوية، قياس كل منهما 60. إذا
إذا كان قياس إحدى زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين 50 واحدة 50 يبقى اللي جنبها 50 يبقى اللي فوق 80 عشان القاعدتين متساويين. إذا وجدت زاوية في المثلث متساوي الساقين 60 كان المثلث إيه؟ ما دي 60 هتبقى دي 60 تبقى دي 60 كان المثلث متساوي الأضلاع. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة ده سؤال تراكمي بيساوي 360. أنا بكده بس المراجعة اللي أنت اتفرجت عليها دي ما إلا هي بس شوية تحضيرات عشان حضرتك تذاكر. الأسئلة اللي باقية في الملزمة ما إلا هي تكرارات الحاجات اللي أنت بتعملها وحضرتك حليناها كتير أصلا في الحصة وضربنا عليها كتير. يا رب بكرة ترجعوا مبسوطين. أشوفكم على خير في مراجعة جديدة. السلام عليكم.